مميزات ومهارات لاعب الأهلي الجديد مروان عطية. حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار. بس يا ريت في البداية ما ننساش بمناسبة إتمام صفقة مروان عطية نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات، واللي لسه أول مرة يسمعنا يا ريت يشرفنا وينورنا وينزل دلوقتي حالا يعمل اشتراك في القناة ويفعل جرس التنبيهات عشان خاطر يوصلوا أخبارنا الحصرية أول سبق وأعلنا أنا وصديقي سعيد حسنين من كام يوم إن النادي الأهلي خلاص خلص كل حاجة مع مروان عطية. وبالفعل النادي الأهلي منذ يعني لحظات قليلة جدا جدا أعلن بشكل رسمي على صفحته الرسمية التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري السابق، وضمه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف. مروان عطية لاعب وسط ملعب مهم جدا جدا للنادي الاهلي. لو هنتكلم على مميزات مروان عطية، هو لاعب وسط ملعب، لاعب عنده امكانيات كبيرة جدا جدا، عنده كنترول على الكورة، بيقدر يستلم ويسلم في مساحات ضيقة جدا جدا في الملعب. مروان عطية بصير من الناس اللي هي يعني قليلة جدا جدا في كرة القدم، يعني عملة نادرة. مروان عطية بيقدر ينقلك من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية يعني في أقل من ثانية. بيشوف الملعب كله كويس، بيقدر ياخد أماكن كويسة وبيفضي مساحات لزمايله. دايما بيبقى هو الخيار الأول لزمايله في التمرير، بيقدر يخلق زوايا تمرير كتيرة جدا جدا بتبقى أنت حضرتك بتتفرج على المباراة مش واخد بالك منها. مروان عطية لاعب مهم للنادي الأهلي، إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. عندنا عمرو السولية بسم الله ما شاء الله عليه، عندنا حمدي فتحي نفس القصة، اللي ديانج نفس القصة، كوكا اللي قادم وبقوة، ومعاه مروان عطية. لا عندنا سكواد قوي جدا جدا للنادي الأهلي. ومروان عطية يعني ادى يعني قيمة كمان لمكان وسط الملعب، زود قيمة كبيرة جدا جدا بلاعب كبير جدا جدا ليه مستقبل كبير ان شاء الله وبإذن الله مع زمايله في النادي الأهلي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.